السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. انساتي ستاتي، عاملين ايه؟ نغيب غيبتنا ونرجع بهمتنا. جايالكم بوصفة حكاية للجمال وللشباب وصفاء البشرة والنضارة وشد الوجه. وصفة الكولاجين الطبيعي وإزالة التصبغات إزالة حب الشباب ونعومة البشرة. مسك الخميرة والنشا للحصول على بشرة أكثر إشراقا ونضارة وبياض بمكونات طبيعية من السهل تحضيرها، وهي الخميرة والنشا. موجودة في أي بيت ومن السهل جدا تحضيرها. وللخميرة فوائد كتيرة جدا للجسم وللبشرة. احنا النهاردة بنتكلم على فايدتها للبشرة. بتساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وتساعد على ترطيب البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات. كمان الخميرة بتساعد على تحفيز تجديد خلايا البشرة، وبكده بتساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. وكمان بتساعد الخميرة على تقشير البشرة بلطف وإزالة البقع الداكنة. أما النشا بقى بيعمل على امتصاص الزيوت الزيادة من البشرة، وبيساعد على منع ظهور حب الشباب والبقع الداكنة. وكمان يساعد النشا على ترطيب البشرة وجعلها أكثر إشراقا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب معلقتين خميرة فورية، او لو عندك خميرة بيرة اوكي مفيش مشاكل. وهحط عليها معلقتين لبن زبادي، او ممكن تحطي شوية بشوية عشان خاطر يطلع من معاكي القوام مظبوط. وهحط معلقتين سكر خشن. لو عندك عسل ابيض حطي، لو متاح عندك عسل ابيض حطي. سكر خشن حطي، الموجود عندك حطيه. وهقلب كل ده مع بعضه. وهضيف اللبن الزبادي دلوقتي عشان خاطر بقى ايه القوام لازم يطلع معاكي متجانس، يعني لا يكون ملهلط مدلدق ولا يكون ناشف قوي زي ما هتشوفي دلوقتي. طبعا الحنة الحمراء اللي انا حطاها في ايديا دي حنة نوبي. لو عايزين طريقة الحنة النوبي الحمراء الجميلة دي ممكن اعمل لكم بها فيديو. طبعا الوصفة دي من الاخر على الاخر جميلة جدا للبشرة ومغذية جدا، والله العظيم بتخلي البشرة زي البيبي كده، ناعمة وجميلة وصافية ونقية من اول استخدام، مش مبالغة مني. معلقتين نشا كمان اهم. وهعصر نص ليموناية يعني. الليمون طبعا احنا غني عن التعريف، وطريقته في تفتيح البشرة وتغذيتها وفيتامين سي والحاجات دي كلها جامد. والله انا اجيب لكم الوصفات دي كلها مدروسة علميا ومعمول عليها تجارب ومشهورة جدا، مفيش حاجة يعني من افتكاساتي او من وحاجة ممتازة جدا ونتائجها جميلة جدا ومضمونة ان شاء الله. حتى باين اساسا، والله العظيم والله العظيم اول ما حطيتها على ايدي وقسما بالله خيال وهم. انا استخدمتها انا وعيالي، كانت جميلة قوي، على انا وبناتي كانت جميلة قوي. يعني من اول ما تحطها من اول استخدام تبان على طول. تحطي الخليط ده، او انا هسيبها دلوقتي لغايه ما تخمر، لحد الخميره ما تخمر تبدا تعمل فوم زي ما انتوا شايفين كده. هاخد الفوم ده وهحطه على وشي. تحطيه على وشك تلت ساعه. كان في دكتوره او خبيره تجميل جايه في برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا، عانت كتير قوي من حقن النضارة والبوتوكس والفيلر والكولاجين اللي بتحطه في بشرتها، وقعدت سنة تتعالج من المشكلة بتاعة الحقن والحبوب وتاخد علاج كورتيزون وي وي على ما رجعت بشرتها زي ما كانت. ولجأت للوصفات، من ضمن أهم الوصفات اللي استخدمتها الست دي اللي ماسك الخميرة والنشا. يعني بتقول ممتاز. هو الفايدة بتاعت حقن النضارة وحقن الكولاجين والبوتوكس والفيلر والحاجات دي هي الخميرة والنشا يا جماعة. والله كلام كان في البرنامج مهم جدا، فحبيت اعمل لكم الوصفة دي كده عشان خاطر انتوا حبايبي طبعا واخواتي، ولازما الفايدة تعم عليا وعليكم وعلى اي حد. وما تعملوها تدعولي.
بتشد الوجه وبتزيل التجاعيد وبتغذي البشرة وبتخلي بشرتك مليانة، مش ناشفة او مشققة، لا مليانة كده ما شاء الله، تحسي ان انت بشرتك رجعت 20 سنة ورا. خلاص بعد كده بعد ما حطيته قعد تلت ساعة، زي ما انت شايفة كده البشرة تشربته والجلد اتشد، لما تحطها على وشك تلاقيها شدت. والله ده انا كمان غسلت ايد اهو، انا لسه ما نشفتهاش حتى اهو، لسه بميت. شايفة الفرق؟ والله في فرق جامد بين الايد دي والايد دي، شايفين؟ شايفة التفتيح اللي في الايد دي؟ وكان فيها طراوة ونعومة ما شاء الله. شايفين؟ انا بقول لكم زي ملمسها زي ملمس البيبي، والله نعومة جلد البيبي. دي وصفة في الاخر بالاخر بتدلكي بها جسمك، تفركيه قبل ما تغسليه، تفركيه بلطف كده مش قوي وبعدين تغسليه. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون مفيدة بالنسبة لكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي، سلام.